منين وصل ابن بطوطة لتونس كان بحال اللي دخل لعالم جديد. المدينة كبيرة كتغلي بالحركة وبالأسواق وبالعلم وبالناس اللي جايين من كل جهة وكيهضروا بلهجات مختلفة، كل واحد فيهم عنده حكاية وعينين كيعكسوا سفر طويل. ابن بطوطة ما قدرش يكمل الرحلة مباشرة، القلب ديالو قال ليه بقى شوية، وفعلا قرر يدوز رمضان كامل في تونس. رمضان في تونس ما كانش بحال باقي الشهورة، كل نهار كان كيمشي لجامع الزيتونة، الجامع الكبير اللي جامع بين العبادة والعلم، ماشي غير للصلاة ولكن باش يسمع يتعلم ويشوف كيفاش العلماء والطلبة كيتناقشوا في الفقه واللغة والتفسير. كانوا كيجلسوا بحلقات وكل واحد فيها عطشان المعرفة بحال العطاش للماء. ومن بعد جا العيد وحضر صلاة العيد في المصلى الكبير خارج أسوار المدينة. الناس جاو من كل بلاصة لابسين جديد والفرحة باينة في الوجوه، كبار وصغار، وحتى سلطان تونس كان حاضر صلى مع الناس، وكانت لحظة فيها الهيبة والإيمان ولما ما كتنسى. ولكن القلب ديال الرحالة ما كيعرفش الراحة الطويلة. من بعد أيام العيد بدات كتجي ديك الرغبة القديمة يكمل الطريق. تودى مع الناس اللي ولفهم وركب مع قافلة جديدة غادية لطرابلس. الطريق من تونس لطرابلس كانت مختلفة، ما كانتش عامرة بالمدن ولكن كانت زوينة بطبيعتها، جبال صغار وديال ناشفة وقرى بسيطة، وناسها رغم البساطة كانوا كيرحبوا بالكلمة الطيبة وبخلزان قسومة من القلب. بعض الأيام كانت سهلة وبعضها كان صعيب، ولكن كل خطوة كانت كتزيد تشدو كتر في اتجاه الحلم الكبير، الحلم اللي مازال باقي القدام. ومع الوقت وصلت القافلة لطرابلس، غير ما طولش بزاف ولكن المدينة بقات في الذاكرة، بحرها وأسوارها ومآذنها والناس فيها بحال مزيج بين الشرق والغرب، بحال شي باب مفتوح على عالم جديد. تزود خدا الريحة يومين ومن بعد شد بالطريق مع القافلة وتاجهوا لدرنا. داك الطريق طويل وخاوي، كيلومترات كتمشي ما تلقى لا قرية لا نخلة، غير الشمس كتدق فوق الراس والرملة والعجاج. ولكن كانوا مجموعين، واحد كيعاون الاخر، وفي الليل كاين شوية ديال الغربي، هذا كيهضر على بلادو، هذا كيشرح حديث، وشي واحد كيغني بهدوء في وسط صمت الصحراء. دازوا من درنا ومن بعدها وصلوا لبرقة. الأرض بدات كتبدل، الهواء تبدل، وكل شي بدا كيقول راه الحضارة قربت. وفعلا ما داش وقت كبير حتى بان البحر، بحر مصر، الإسكندرية. في أول نظرة العين كتبقى معلقة، مدينة كبيرة فيها أثر عظيمة. بقى فيها شوية زار بقايا المنارة وشاف المساجد وتلف سوق الكتب وسمع لهجات من الشام من الحجاز وحتى من الهند. ولكن مع كل مدينة كان كيدوز منها كان كيحس بشي حاجة تغيرات فيه. الطريق للحج قرب، هذا صحيح، ولكن اللي ما كانش متوقع هو ان كل محطة في هذه الرحلة كانت كتعلمو شي حاجة جديدة. ما بقاش غير مسافر نحو مكة، ولكن مسافر نحو فهم أعمق للروح ديالو. وبعد أيام خدا القرار باش يكمل الطريق نحو القاهرة.